بيبدأ الفيلم مع شخصين رايحين يصطادوا بالليل، وبيكون في واحد منهم خايف وبيقول لصاحبه ان ممكن وحوش البحر تهجم عليهم، فبيقول له ان دي مجرد خرافات وما يهتمش بالموضوع لحد ما بنلاقي كائن بيسرق حاجات من المركب بتاعته. ففي واحد بيشوفه لكن هو بيهرب، بيدخل في الشبكة بس بيفلت منها وبينط من فوق المركب وبيهرب. وبنروح بعد كده للوكا واللي بيكون خايف عشان السمك بتاعه خرج من الحظيرة، لكنه بيدور عليه وبيجمع كل السمك تاني وبياخدهم للمكان اللي بياكلوا فيه. بس هو قاعد بيلاقي السمكة بتلعب في منبه، فبيكون خايف منه لكنه بيلاقي مركب ماشية من فوقه فبيستخبى منها عشان محدش يصطاده. وبعد كده بنلاقي امه بتنادي عليه عشان الغدا، فبيخبي الحاجات اللي معاه وبيروح لها وبتحذره من المراكب وان لازم محدش يشوفه. فهم قاعدين على الغدا، لوكا بيسأل جدته هي المراكب بتيجي منين، فبتقول ان هي بتيجي من فوق سطح الارض. بس امه بتقفل الموضوع وبتقول له ما يتكلمش في الموضوع ده تاني وبترجعه يرعى السمك تاني. فبيلاقي حاجات تانية كمان زي كوباية وآلة موسيقى، لكن بيجي غطاس من وراه وبيكون معاه رمح، فلوكا بيهرب منه لحد ما بيلاقيش مكان يروح ليه. بس الغطاس ده بيكون وحش زيه وعامل فيه مقلب، بس بياخد العصايه بتاعه لوكا وبيمشي. فلوكا بيروح وراه عشان ياخد ده منه، بس الوحش ده بيطلع من الميه وبيشد لوكا معاه. وبتكون دي اول مره لوكا يتحول فيها الانسان وبيكون خايف جدا، لكنه بيشوف حاجات اول مره يشوفها زي الشجر والسحاب وبيكون مبهور بيها، لكنه بيرجع للميه بسرعه وبياخد العصايه بتاعته وبيمشي. لكن تاني يوم بيروح عند الشط تاني وبيكون عايز يطلع بره المية بس بيكون متردد، فالوحش ده بيكون شايفه وبيشجعه وبيخليه يطلع وبيتحول تاني، بس ما بيكونش عارف يمشي فبيعلمه ازاي يمشي وبيقول له انه يلحق نفسه قبل ما يقع. وفعلا لوكا بيتعلم المشي بسرعة وبيتعرفوا على بعض وبيكون اسمه ألبرتو، فبياخده وبيعرفه على حاجات كتيرة زي الزرع والسماء والجاذبية وبيوريه البيت اللي هو عايش فيه. وهو في البيت بيشوف صورة للفيسبا وبيكون مبهور بيها، فبيقرر هو والبرتو انهم يصنعوا واحدة وبيفضلوا طول اليوم يصنعوها. ولما بيروح امه بتكون غضبانه منه وبتساله كنت فين، بس جدته بتنقذه وبتقول لها ان هي بعتته يجيب خيار بحر. وتاني يوم بيروح لألبرتو عشان يجربوا الفيسبا وبيخلي لوكا يمسك اللوح وهو ينزل بيها من على التل، لكن هو سايقها بتتكسر. وعلى ما بيوصل للوكا ما بيكونش فيه فيسبا اصلا، وبيقرروا انهم يعملوا واحده غيرها وبيجربوها وبتتكسر تاني وبيفضلوا ايام يعملوا واحده جديده. وطول الفتره دي لوكا والبرتو بيفضلوا يلعبوا وبيستمتعوا، لكن ام لوكا بتكتشف ان هو ما بيرعاش السمك وبيسيبه وبيمشي. وبعد كده بيكونوا خلصوا الفيسبا وهيجربوها، والمره دي بتكمل الطريق وبيقعوا في الميه. وبعد كده بيكونوا قاعدين يتفرجوا على السماء وبيتخيلوا انهم عندهم فيسبا حقيقيه وبتوديهم اي مكان في العالم، بس بيلاقوا انهم كانوا نايمين. ولوكا بيمشي بسرعه عشان يتاخر، لكن بيلاقوا امه مستنياه وبتكون عرفت ان هو بيطلع على السطح وبتقرر انها توديه يعيش مع عمه في الاعماق. فبيغضب وبيمشي وبيروح لألبرتو وبيقول له انه مش عايز يروح مع عمه. فالبرتو بيقول له ايه رايك نروح جزيره البشر، لكن لوكا بيكون خايف. فالبرتو بيقول له ان في هناك فيسبا حقيقيه ويقدروا يروحوا بيها اي مكان في العالم، فبيوافق وبيروح معاه وبيوصلوا لجزيره البشر. ولوكا بيكون مبهور بكل حاجه فيها لحد ما بيجي الكوري واللي بيكون معاه فيسبا، بس الكل بيكون متضايق منه عشان هو شخص مغرور وبيضايق في كل الناس. لكن لوكا بيشوط الكوره وبتخبط في الفيسبا فبيروح له وبيكون عايز يغرقه بالميه، لكن في بنت اسمها جوليا بتيجي وبتدافع عنه وبتاخدهم وبتمشي وبتكلمهم عن بطوله بورتروسو وانها لازم تكسبها عشان الكوري بيكسبها كل سنه بالغش. فبيسالوها اذا كانوا يقدروا يحولوا فلوس المسابقه لفيسبا، لكنها بتقول لهم انهم يقدروا يحولوها لفيسبا قديمه زي دي. وبيكونوا هما الاتنين مبسوطين وبيعرضوا عليها انهم يعملوا فريق مع بعض ويدخلوا المسابقه، لكنهم ما بيكونوش عارفين يسوقوا عجل واللي هو جزء اساسي من المسابقه، وكمان في اكل مكرونه وسباحه. بس لوكا بيتعلم سواقه العجل بسرعه وبيقرروا انهم يعملوا فريق مع بعض وبتاخدهم لابوها عشان ياخدوا فلوس الاشتراك في المسابقه. وبيكون ابوها صياد فبيكونوا هما الاتنين خايفين منه وبيقعدوا على العشاء وبيعجبهم الاكل بتاعه جدا وبيخلصوا الطبق بتاعه كله بسرعه. وجوليا بتقول لابوها انهم زمايلها في الدراسه. وبعد العشاء ابو جوليا بيقول لها انه مش هيعرف يوفر لها فلوس الاشتراك عشان الشغل بتاعه قليل، لكن لوكا بيقول له انه يقدر يساعده وانهم بيفهموا في الصيد، فبيوافق انه يشغلهم معاه. وجوليا بتاخدهم لمكان يناموا فيه، لكن بنلاقي ان امه وابو لوكا جايين الجزيره عشان يدوروا عليه. وتاني يوم بيبداوا الشغل وبيروحوا البحر عشان يصطادوا، لكن ما بيلاقوش سمك في المنطقه اللي هم فيها. فلوكا والبرتو بيقولوا له على المكان اللي فيه السمك وبيرجعوا بكميه كبيره من السمك وبيروحوا يشتركوا في المسابقه، لكن بيلاقوا الكور هناك وبيفضل يتريق عليهم. بس لوكا بيخلي جوليا تتريق عليه وكل اللي هناك بيفضل يضحك عليه، فالكور بيخليهم يشتركوا عشان يكسبهم في السباق. وبعد كده بنلاقيهم بيتدربوا على السباق زي اكل المكرونه والسباحه وسواقه العجل، لكن بنلاقي ان امه وابو لوكا بيدوروا عليه وبيغرقوا اي طفل يقابلهم عشان يشوفوه ابنهم ولا لا.
لكن وهم واقفين لوكا بيشوفهم وبيقول لألبرتو انه شاف اهله وان خايف ياخدوه للاعماق، فبيقول له انه ينسى الموضوع وانه بيتهيأ له. وجوليا بتيجي تقعد معاهم وبتعرف لوكا وبتقول له معلومات عن الكواكب والعلوم وبتعلمه القراءة، وبيكون متحمس انه يتعلم اكتر. لكن ألبرتو بياخده عشان يوريه فيسبا، لكن إلكوري بيجي وبيضرب ألبرتو، بس لوكا بيمسك الحربة وبيخليه يسيبه وبيروحه، وبيفضلوا ايام يتدربوا على السباق لحد ما يبدأ. لكن هما بيتدربوا امه بتشوفه لكنه بيهرب منها وبيدخل من طريق تاني وبيكملوا تدريب، بس ألبرتو هو اللي بيسوق العجلة عشان لوكا بيكون خايف، لكنه ما بيعرفش يسوق وبيوقعهم في البحر. ولما بيخرجوا لوكا بيتخانق معاه وبيقول له انه مش عايز الفيسبا وانه عايز يتعلم، فألبرتو بيتخانق معاه وبيقول له انه ما ينفعش يروحوا مدرسة وممكن حد يعرف انهم وحوش بحر، لحد ما جوليا بتيجي وبيوقفوا خناق. ولوكا بيقول لها انهم عايزين يروحوا للمدرسة فبتوافق، لكن ألبرتو بيتدخل وبيقول لها لو بياخدوا جميع الكائنات، بس لوكا بيحاول يسكته لكنه بيغرق نفسه بالميه وبيتحول لوحش. وجوليا بتكون خايفه منه وبيقول للوكا انه ما ينفعش يروحوا مدرسه عشان كده، لكن لوكا بيمثل انه خايف هو كمان وانه ما يعرفش ان هو وحش بحر. فالبرتو بيزعل وبيسيبه وبيمشي. وبعد كده بيروحوا البيت وبيقولوا لابو جوليا ان البرتو مشي ومش هيرجع تاني، فبيخرج يدور عليه. ولوكا بيكون خايف عشان ممكن ما يكسبوش السباق، بس جوليا بترمي عليه ميه عشان يسكت، لكن ايده بتتحول وبتعرف انه وحش بحر هو كمان، وبتقول له انه يمشي عشان ابوها ممكن يصطاده. وبيمشي وهو حزين عشان مش هيلعب المسابقه، وبيروح يدور على البرتو وبيتاسف له، بس البرتو بيكون غضبان ومش عايز يكلمه. ولوكا بيلاقي علامات على الحيطه وبيسال البرتو عليها، فبيقول له ان دي الايام من ساعه ما ابوه سابه ومشي. فلوكا بيقول له يرجع معاه ويلعبوا المسابقه عشان حلم الفيسبا، لكنه بيرفض. فلوكا بيقرر ان هو هيروح ويكسب المسابقه لوحده. وتاني يوم بيروح المسابقه وبيكون لابس بدله غطس، وبيكون هو اخر واحد في السباق ومش عارف يتحرك بسرعه عشان بدله الغطس. وبتكون جوليا متفوقه في السباق وبتكون اول واحده تخلص المكرونه كمان، ولوكا بيكون خلص وبيسبق الكل في ركوب العجل لحد ما بيوصل لإلكوري وبيسبقه، لكن الدنيا بتمطر وما بيكونش عارف يكمل. بس البرتو بيجي عشان يكمل السباق معاه، بس إلكوري بيضربه وبيقع وبيبان قدام الكل انه وحش بحر. وإلكوري بيرمي عليه شبكه، بس لوكا بيروح وبينقذه والميه بتيجي عليه وبيتحول لوحش وبياخده وبيهرب، بس إلكوري بيطاردهم وبيكون عايز يصطادهم وبيكون لسه هيضربهم، بس جوليا بتخبط فيه وبيقع هما الاتنين. لكن لوكا والبرتو بيرجعوا عشان يطمنوا عليها، وابوها بيكون عايز يصطادهم لكن بيلاقي ان هما لوكا والبرتو، وكل الصيادين بيكونوا عايزين يصطادوهم، لكن ابو جوليا بيرجعهم وما بيخليش حد يصطادهم، وبيكونوا هما كمان اللي كسبوا السباق. وابو لوكا وامه بيظهروا هما كمان انهم وحوش عشان يطمنوا على لوكا، وبيكونوا فرحانين وبيستلموا كاس المسابقه، والكل بيكون فرحان ليهم، والناس ما بقتش تخاف من الوحوش تاني ولا هيصطادوهم، وبيشتروا الفيسبا اللي هما كانوا بيحلموا بيها. وبعد ايام جوليا بتسافر بلد تاني عشان رايحه المدرسه، لكن البرتو بيكون عامل مفاجاه لوكا واشترى له تذكره عشان يروح المدرسه هو كمان، وبيكون باع الفيسبا عشان يشتري التذكره وبيودع اهله. وبيكون عايز البرتو يجي معاه هو كمان، بس بيكون عايز يعيش هنا ويشتغل مع ابو جوليا، فبيودعوا بعض وهم زعلانين، والقطر بيتحرك وبيمشي. وهنا بيكون فيلمنا خلص. لو عجبك ما تنساش تشترك في القناه وتدوس لايك وتشير الفيديو في كل مكان. سلام.